بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات الثانوية العامة، هنبدأ إن شاء الله النهاردة في شرح يونت 1 من المنهج، وهنبدأ في شرح الجرامر، قواعد اللغة الإنجليزية. والجرامر طبعا مهم جدا عشان نعرف نفهم بيه اللغة، وبيبقى موجود في الامتحانات معانا في أكتر من سؤال، أهمهم سؤال تشوز، والسؤال ده بيبقى مرتب على كيفية فهم قواعد اللغة الإنجليزية. هنبدأ نتكلم على الجرامر اللي معانا في يونت 1. يونت 1 اللي هي عنوانها Reach for the Stars أو Reach for Stars. الجرامر اللي معانا النهاردة الفيوتشر فورمز. الفيوتشر فورمز اللي هي أشكال المستقبل، وزي ما احنا عارفين إن المستقبل مش هو فقط الverb be plus going to plus الانفينيتيف، ولا هو فقط الفيوتشر سيمبل، لكن عندنا انواع تانية، وهنبدا نتكلم عن نوع وفي كل نوع هنعمل له فيديو قصير، وتابعوا معايا. هنبدا بالفيوتشر سيمبل. الفيوتشر سيمبل هو المستقبل البسيط، والمستقبل البسيط بنستخدمه للتعبير عن حدث سوف يحدث في المستقبل. والفورم او البوزيتيف فورم فور فيوتشر سيمبل، التكوين الاثبات، الجمل المثبته اللي هتحصل بالفعل في المستقبل البسيط، بيبقى تكوينها زي ما احنا درسنا في السنوات اللي فاتت: السبجكت plus will or shall plus verb infinitive. subject اللي هو الفاعل like I, we, you, they, he, she, it، وبعد كده بيبقى معانا shall أو will بمعنى سوف يحدث شيء للمستقبل، وبعد كده بيجي معانا الفيرب انفينيتيف اللي هو مصدر الفعل. مصدر الفعل في البريزنت، يبقى مش هينفع يبقى معاه مضاف ليه اي حاجه، ولا اس ولا اي جي ولا اي ان جي. بيجي الفعل في البريزنت like study, write, do, play. كل دي افعال واشكالها في المصدر. يبقى زي ما احنا قلنا subject plus will or shall plus الverb infinitive. في كلمات لو شفناها في الجملة، الكلمات دي بيبقى يسهل علينا ان هو يعرفنا ان دي في future simple في المستقبل البسيط. like what? we have for example tomorrow, soon, this time tomorrow, next و next اللي هي بمعنى القادم. next تيجي مع كلمات مختلفة: next year, next week, next month. We can say also next Monday. أي حاجة الأسبوع القادم، الشهر القادم، السنة القادمة. ممكن أقول كمان يوم معين من أيام الأسبوع بيبقى معانا next Friday, next Monday. والنطق الصحيح بتاعها بركز في الشغل بتاعنا على البرونانسيشن اللي هو إحنا مفتقدينه كتير في المدارس. البرونانسيشن طريقة نطق الكلمات مش اسمها next خالص، هي اسمها next. اوكي. وكمان معانا في الكيوردز فور فيوتشر سيمبل، الكلمات الدالة على الزمن ده: in the future, in a few days, this time next week. يعني في نفس الوقت ده من الأسبوع القادم. shortly معناها برضو بتيجي معنى قريبا like soon و shortly يعني متقاربين جدا. في كلمات وعبارات بقى لو جت في الجملة الفيوتشر، الجملة المستقبل، بعرف أفرق بيها إذا كان ده future simple ولا future continuous ولا مع going to ولا إيه بالظبط. لما أشوف كلمة hope, think, expect, sure, promise, probably. For example, I hope, I think, I expect, I'm sure, I promise, probably, I wonder, I don't think, I suppose, I believe, I feel sure, perhaps. كل دي كلمات لو شفتها أعرف أحدد بيها الفيوتشر سيمبل، وبناء عليها في الجملة لو هي مثلا جملة في السؤال choose هعرف أختار الحاجة اللي فيها subject plus will plus verb infinitive، ليس شيء آخر من أشكال الفيوتشر خالص. يبقى معانا I hope, I think, I expect, I am sure. يبقى لما اقول I am sure يبقى انا متاكد، او اقول I expect انا اتوقع، I think اعتقد، I hope انا امل، و I promise ان انا بعد بفعل شيء معين، او probably I wonder. كل الكلمات دي بتبين ان هو الفيوتشر سيمبل، ونركز
السبجكت plus will وحط له الverb infinitive. We have some examples for these words in sentences. Sentence number 1. Tomorrow I will visit my grandfather. Tomorrow I will visit my grandfather. يبقى بقول إن بكرة سوف أزور جدي. Sentence number 2. Next week she will go to Alex. Next week she will go to Alex. يبقى الأسبوع القادم هي سوف تذهب إلى الإسكندرية. وواضح جدا معانا من الكي ووردز اللي هي next week، وفي الجملة الأولانية كان tomorrow. Sentence number 3. I hope I shall see him tomorrow. I hope I shall see him tomorrow. يبقى أنا بأمل إن أنا هقدر أو إن أنا سوف أراه غدا. ومعانا برضو I hope و tomorrow واضحة أوي إن هو future simple. The last sentence for future simple. I expect he will win the race. I expect he will win the race. يبقى أنا بعتقد أو بتنبأ. I expect بتنبأ he will win the race إن هو سوف يفوز بالسباق. using will and shall. using استخدامهم بقى، بستخدمه في إيه؟ بستخدم future simple في إيه؟ We have 6 or 7 types for using this tense. عندي 6 أو 7 أنواع بستخدم فيهم future simple. Number one, quick decisions اللي هي القرارات السريعة. لما باجي أعمل قرار سريع مش محتاج ليه ترتيبات ولا محتاج ليه تحضيرات ولا خطوات، بديله الفيوتشر سيمبل اللي هو will or shall plus الverb infinitive. فالquick decisions معانا ليه example. What would you like to drink? When your friend asks you what would you like to drink, you are at his home and he will ask you what would you like to drink. ماذا تود أن تشرب؟ هيقدم لك إيه من المشروبات. So you will answer him. You will say I'll have a cup of tea, a cup of coffee. So you will answer like this. I'll have. مش هتقدر تقول I am going to ولا أي حاجة تانية غير I'll have. I'll يبقى I plus will plus have بمعنى يتناول. have هنا جاية بمعنى يتناول. في بعض الجمل التانية بتيجي بمعنى يملك أو لديه أو عنده. فهنا جاية بمعنى سوف أتناول فنجان من الشاي أو فنجان من القهوة. يبقى number 1 كنا بنقولها إيه؟ أيوة number 1 كنا بنقولها الquick decisions اللي هي القرارات السريعة. For example we have other sentence. The doorbell is ringing now. I'll open it. ما اقدرش اقول خالص I am going to open it. ليه؟ لأن ده قرار سريع. فبقول فيه I'll open it. سوف أفتح الباب. ليه؟ لأن the doorbell is ringing now. جرس الباب بيرن دلوقتي، فمش هعمل خطوات ولا أتخذ تدابير. ده قرار سريع مباشرة بقوم بفتح الباب. I'll open it. Number 2 في using for future simple بنستخدم الأوفر اللي هو العرض. لما باجي أعرض على صديق ليا شيء معين فبستخدم له برضو الفيوتشر سيمبل. في العرض هقول for example that bag looks heavy. يبقى الشنطة دي يبدو عليها ان هي تقيلة، فما اقولش برضو I'm going to carry it، لكن هقول له I'll help you with it or I'll carry it for you. يبقى الحقيبة لما كانت تقيلة اتخذت قرار سريع فقلت أنا هحمل لك أو هشيل لك الحقيبة دي. يبقى نمبر 1 كان معانا إيه عشان ما ننساش؟ نعيد تاني أهو الكويك ديسيشنز القرارات السريعة. نمبر 2 الأوفر. نمبر 3 البروميس لما باجي بعمل بوعد واحد. For example I'll give you a present next Friday. يبقى أنا سوف أحضر لك أو هدي لك الهدية دي الأسبوع القادم أو الجمعة القادم. I'll give you a present next week or next Friday.
يبقى قلنا ال quick decisions ال offer ال promises. Number 4 we have the request اللي هو الطلب. لما تيجي تطلب اي حاجه من حد بتطلبها برضو في الفيوتشر سيمبل. فلما تيجي تطلب مثلا for example will you shut the window, will you close the door, will you open the books. يبقى بتطلب منه ان هو يفتح الباب او يغلق النافذه او يفتح الكتاب، فبتقول له will you plus verb infinitive, will you study, will you open, will you close, and like this. Quick decisions, offer, promises, requests, facts الحقائق. اي حقائق بيجي معاها برضو الفيوتشر سيمبل. لو بتكلم على حقيقه هتحصل في المستقبل for example next year I'll be 30 years old for example or 40. يبقى بحلول العام القادم سوف يكون عمري 30 أو 40. فهقول I'll be for abbreviation. واللي عندنا الفورم الكامل بيبقى I will be 20, 30, 40 years old. Number 5 we have احنا قلنا number 1 2 3 4 5 facts. number 6 اللي هي predictions اللي هي التنبؤات. لما اجي اتنبأ بشيء بيحصل، بس نلاحظ ان في الفيوتشر سيمبل التنبؤ without evidence يعني ما بيكونش عندنا دليل. for example it will rain tomorrow. طبعا انا it هنا بتعود على شيء محذوف اللي هي sky، فانا بتكلم على السكاي السماء سوف تمطر غدا وانا ما عنديش اي دليل without any evidence. فهقول it will rain tomorrow لو انا ما عنديش دليل مش متاكد، وطبعا ما فيش اي سحب في السماء واضحه ليا ان انا اقول الكلام ده، فاقول it will rain. اوكي، عشان لو كان في دليل هتاخد معانا ال going to لما نيجي نشرح. الحاجه الاخيره اللي معانا اللي هي threaten او threat، ان انا اهدد حد، التهديد threaten. فاجي اقول له في الفصل مثلا for example be quiet or I'll punish you. be quiet I'll punish you or I will punish you or I will punish you. طبعا بقول له اهدى والا انا سوف اقوم بعقابك، فهقولها برضو I will punish you for threatening. كده عرفنا السبع انواع اللي كانوا معانا وهنقولهم تاني سريعا. number 1 quick decisions, number 2 offer, number 3 promise, number 4 requests, number 5 facts, number 6 prediction, number 7 والأخيرة اللي هي كان threaten. وإن شاء الله يعني أتمنى نكون عرفت أوصل لكم المعلومة بطريقة بسيطة ووصلت لكم بالفعل إن شاء الله. وتابعوني في الفيديو التالي هيبقى فيه شرح لقاعدة going to for future form. والتوفيق إن شاء الله، وذاكروا كويس وربنا معاكم. كان معاكم English teacher أحمد المصري.